السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء ومضة حياة. أهلا بكم من جديد. وحشتوني وحشني التواجد ما بينكم. عاملين إيه؟ يا رب بخير وبسلام وسعادة ووفرة وطمأنينة وراحة بال يا رب العالمين. وتستمر المحاولات إني كل ما أقع أحاول أسند نفسي وأقوم من تاني كأي إنسان بيتذكر دايما إن عنده رسالة ولازم واجب عليه إن هو يأديها. والحمد لله والشكر لله إن في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وعونه وسنده عرفني رسالتي ايه في الحياة. زي ما انا كنت متفقة معاكم قبل كده ان احنا كل شخص فينا المفروض يبحث عن رسالته في الحياة دي. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى وجده في الحياة دي ليه، ورسالته اللي هيقدمها عبارة عن ايه. عهدت الله ان اي معلومة اوصل لها اقدم المعلومة دي واشاركها معاكم. لو حتى كتاب قريت فيه معلومة بسيطة أشارك الكتاب والمعلومة. وأي علم أوصل له ينفع البشرية وينفع كل اللي حواليا، وأي معرفة وصلت لها تنفع البشرية وتنفع كل اللي حواليا بإذن الله. وبعونه أشارك معكم المعرفة والعلوم دي. والحمد لله والشكر لله فعلا بدأت من سنة ونص معاكم في مبادرة حياة في مجالها التدريب والكوتشنج والصحة النفسية. كنت بقدم أي معلومة أوصل لها، حتى لو كلمة هتمس قلب وتغير مصير تفكير لأي شخص كنت بحاول أقدمها. زي ما احنا في يوم من الأيام برضو كنت محتاجة المعرفة دي، كنت محتاجة المعلومات دي. فالحمد لله والشكر لله فعلا بدأت، ولكن طبعا مع أمور الحياة ومع ظروف الحياة أي إنسان بيتعرض لآلام وجروح وحاجات كتيرة بتأثر علينا صحيا ونفسيا، فبيحصل عنده شوية عقبات. العقبات دي بتخليه يقف، وممكن ان هو يفقد شغفه، يفقد مسيرته، يفقد ان هو مش عايز يكمل. يعني الحماس اللي هو كان فيه ممكن يفقده، ولكن لازم يقوم ويسند نفسه تاني بعون الله. طبعا يطلب العون من الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى دله على رسالته. يطلب العون من الله ان هو يقويه وان هو يقدر على الآلام دي والجروح دي، ويقدر ان هو يكمل تاني ويبدأ تاني من أول وجديد. وأنا معاكم تاني من بداية، هبدأ تاني من جديد. دعواتكم طبعا ليا. على فكرة في ناس كتيرة كلمتني وقالوا لي إيمان أنت ما كنتش بتنزلي فيديوهات ليه؟ إيمان فين اللي أنت كنت بتعمليه؟ على فكرة أنت كنت في بعض الكلمات بتمسنا وفي بعض الكلمات بتفيدنا، فده بجد فرحت له جدا، وفي نفس الوقت خلاني أتشجع إن أنا أبدأ تاني من جديد. ولقيت حاجة مهمة جدا يا جماعة، ان مهما كان انت فقدت السيطرة على بعض الامور في حياتك، او فقدت السيطرة انك تقدر في وقت من الاوقات تقوم وتقف من تاني، لقيت في عامل مشترك او عامل مهم جدا انت بتملكه في ايدك، لازم انت تسيطر عليه وتنظمه، وهو عامل الوقت. طيب انا عندي الام او جروح او حياة احلك ايام الحياة ممكن اني بمر بيها دلوقتي حاليا، ولكن بالاجتهاد والسعي ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هينسانا وهيديك جزاء السعي ده. وانا في احلك الامور والظروف وفي احلك الالام والجروح هبدأ تاني من جديد بعون الله. اما اكتشفت جزئية الوقت ده او الزمن، الوقت ده يا جماعة عنصر من اهم العناصر اللي انت بتملكها في ايدك. لقيت الوقت عمال يعدي، سنة ونص كاملة كتير فعلا، وقت كبير ان انا ابطل واقف. ده كان طبعا في الوقت ده الكبير ده كنت انت صنعت حاجات كتيرة جدا وعملت حاجات كتيرة جدا وغيرت حاجات كتيرة جدا فيك واللي في حواليك. مش هنشيل عاتق الدنيا على اكتافنا، ولكن اللي عندك قدمه واسعى، ربك سبحانه وتعالى مش هيضيع السعي ده ومش هيضيع اللي انت قدمته ده، مادام انت ناوي خير ونيتك فيها خير وخلاص عرفت انت رسالتك. فلقيت الوقت بيضيع، وقت كبير جدا ضاع بدون اي افادة لا ليك ولا اللي حواليك، ضاع هباء. فده العامل الوحيد اللي انت تملكه وتقدر تنظمه وتقدر تظبطه، تقدر تقسمه ان هو فعلا تتحكم فيه. وانك الوقت لما بيعدي طبعا من العمر، بيعدي من الجهد، بيعدي من الصحة،
يعني صحة الإنسان من شهر غير دلوقتي، أو من سنة غير دلوقتي. وطبعا نفسيته، وطبعا كمان يعني أمور كتيرة، أمور كتيرة. وعمره طبعا كبر سنة ونص، ويا عالم اللي جاي إيه. فأنت تلحق تقدم قبل ما الوقت يضيع ويروح هباء، والعمر كمان يصبح مش موجود أصلا. يعني تلاقي نفسك فقدت عمرك وانت ما عملتش أي حاجة خالص، أو اللي انت كمان كنت ناوي تعمله، أهدافك اللي مكتوبة وأهدافك اللي انت كنت ناوي تحققها، تلاقي نفسك ما حققتش منها أي حاجة. فابدأ من جديد، ابدأ تاني. فده ممكن اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمني بيه، ويمكن عشان أراد الله سبحانه وتعالى إن أنا أبدأ تاني وأبدأ من جديد تاني، فخلاني أنظر للموضوع إن أنت يا إيمان في إيدك دلوقتي الوقت، والوقت بيمر والوقت بيعدي، والعمر طبعا بيعدي معاه من غير ما تقدمي اللي أنت كنت ناوية تقدميه. طيب هل هيفيد البكاء على الأطلال والبكاء بالآلام اللي حصل لك والجروح، أقعد أبكي عليها وأقعد أشكي منها؟ هل ده بيفيد؟ برضو ما أنا سألت نفس السؤال ده وأنتوا تسألون نفسكم برضو. هل ده بيفيد؟ بالعكس، ده بيزود الآلام وبيزود الجروح، وبيزود كمان إنك تبقى تبعد خطوات كبيرة عن حلمك وعن هدفك. فمفيش فايدة ولا حاجة فيها أي إفادة لنفسك أو اللي حواليك، ولا حتى الأشخاص المتعلقين في رقبتك، من خلال إنك تقعد تبكي وتعيط. على فكرة يا جماعة أنا اكتشفت حاجة مهمة جدا، حتى يعني سبحان الله الحياة حاليا في ظل الظروف الراهنة مش مدياك فرصة إنك تبكي وترمم نفسك على جنب، إنك تقعد تلملم نفسك على جنب. فأنت لملمها وأنت قوي وبتسعى، أحسن من إنك تقعد تلملمها بتزود عليها الجروح تاني، انك تقعد تبكي على اللي راح، تبكي على اللي حصل، تبكي على الالام اللي تعرضت لها، تبكي على الجروح اللي تعرضت لها. طب وبعدين؟ بعد ده كله ايه؟ بعد ما حبست نفسك في خندق كده وعمال تبكي على اللي حصل، استفادة؟ وجه الاستفادة ايه؟ فالدنيا حتى مش مدياك رفاهية انك تقعد ترمم نفسك على جنب كده. وانا من رأيي يعني ان انت تبدأ بقوة تاني، وتبدأ ترمم نفسك وتواجه الحياة بقوة، أفضل من إنك تهرب منها وتبقى في خندق كده تعيط وتبكي على اللي راح. فربنا طبعا يدينا القوة جميعا والقدرة على الحاجات أو الأمر ده، لأن فعلا في ناس بتقدر تقاوم، وفي ناس بتقدر إن هي تعدي الأمور بسهولة وتبدأ من جديد، وفي ناس بتبقى عندها صعوبة في الأمر ده. فمش كل الناس زي بعضها طبعا. فعلا في حاجات من درجة صعوبتها ما بتقدرش انت تواجهها، بس اطلب من الله القوة والعون والسند، ان هو يخليك تبدأ من جديد، ويديك القوة انك تبدأ تاني من جديد، وتكمل رسالتك، وتكمل اللي انت اهدافك اللي انت عايز تحققها، وامورك كلها. لان فعلا ما فيش وجه افادة من اني ابكي على الاطلال وابكي على اللي حصل واللي فات واللي راح. في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الآلام واجه. المواجهة هي اللي هتخليك تكتشف أمور وتكتشف نقاط قوة عندك انت ممكن تكون انت مش عارفها أو مش شايفها. وفي نفس الوقت كمان يمكن الألم والخوف والجرح يخاف منك ومن قوتك ويروح لحاله. فإن شاء الله رب العالمين أنا معكم من جديد تاني، وسعيدة إني بينكم، وسعيدة إن ربنا اداني العمر إن أبدأ تاني وأبدأ تاني من جديد، واداني الإلهام إن أنا أبدأ تاني من جديد. وربنا يكرمنا جميعا ويحقق أحلامنا وأهدافنا يا رب العالمين، ويكرمنا جميعا في تحقيق أحلامنا إن شاء الله رب العالمين، ويكتب لنا الخير والسعادة يا رب إن شاء الله جميعا، والراحة البال والطمأنينة يا رب العالمين إن شاء الله. فعلا يا جماعة لقيت الوقت بيعدي بدون ما أنا أشارك أي معرفة أو أي علم من اللي أنا كنت أتمنى أخرجه، أو أي معرفة أتمنى أشاركها معاكم، أو أي معلومة أتمنى أشاركها معاكم. لقيت الوقت فعلا بيعدي هباء بدون أي إفادة. فقررت إن شاء الله إن أنا أبدأ من جديد، وإن أنا أتواجد ما بينكم، ويا رب تواجدي يبقى خفيف ومفيد والاستفادة الكاملة يا رب العالمين. كنتم مع من الروح للروح مع إيمان، 5 ساعات فجرية ومضة حياة.